يا ترى ايه اهم الرسائل اللي كان عايز يوصلها لنا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحفل ده ما كانش حفل افتتاح عادي مجرد افتتاح متحف وخلاص، لا ده كان فيه كمية رسائل متعمدة انها توجه وتتوجه للعالم كله علشان يعرف حقيقة الحضارة المصرية القديمة. اكتر ما لفت انتباهي في حفل الافتتاح مش الاضاءة المبهرة ولا الملابس التحفة ولا الحفل نفسه والتنسيق العام، لا، اكتر ما لفت انتباهي هو كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هو ده الجهة المعبرة عن الدولة، هو ده الجهة الرسمية الناطقة باسم الدولة. كل كلمة قالها الرئيس كانت موزونة ومدروسة ومحطوطة في مكانها، وكانت موجهة رسالة للعالم كله بمعنى أصح. الرئيس قال: أقدم دولة عرفها التاريخ هنا، حيث خطت الحضارة أول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة. ودول أنا شايفاهم من أهم الرسائل اللي تم توجيهها في الحفل ده كله، الكتابة والعقيدة. في بعض الآراء بتتبنى أن الحضارة السومرية هي كانت أقدم حضارة عرفت الكتابة، ومعتمدين في ذلك على الألواح السومرية أو الخط المسماري، في حين أن الحضارة المصرية القديمة هي أول حضارة عرفت الكتابة. عندنا تحوت هو رمز الكتابة في الحضارة المصرية القديمة، وعندنا الحضارة المصرية القديمة بتعود لما يقارب 40,000 عام وفقا لبردية تورين. فالحضارة المصرية القديمة هي أقدم وأول حضارة عرفت الكتابة، وأقدم من الحضارة السومرية. تاني حاجة تم تأكيد عليها هي العقيدة، برضو زي ما بيروج ليه كده ان الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة كفر وثنية وآلهة وفراعنة، لا، كلمة العقيدة دي كلمة مقصودة. ليه؟ إن أجدادنا المصريين القدماء كانوا موحدين، وتوجد شواهد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحضارة كانت حضارة موحدة. وقبل ما أتطرق للأدلة على توحيد المصريين القدماء، بقاء الحضارة دي إلى الآن بهذا الشكل وهي الحضارة الوحيدة الباقية إلى الآن، ده أكبر دليل دامغ على توحيدها. ربنا سبحانه وتعالى لا يبقي إلا على الصالحين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في حين أن جميع الأقوام السابقين الكفرة مثل عاد وثمود ولوط وشعيب وأصحاب الأيكة وقوم تبع فقد تم إهلاكهم وإهلاك حضارتهم. من فرعون اللي كان في مصر ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن الحضارة دي باقية ليه؟ فبقائها في حد ذاته هو دليل على توحيدها، ومفيش أي آثار في الحضارة دي بتنسب للأقوام الكافرة اللي تم إهلاكها كما ورد في القرآن الكريم. متون الأهرام اللي هي نصوص جنائزية موجودة في حوالي 11 هرم، من ضمنها هرم أناس موجود فيها نصوص توحيدية على توحيد الإله الواحد الأحد، وننسوا واحد أحد لا ثاني له. كمان كتاب الموتى اللي هم أطلقوا عليه هذا الاسم مجازا في حين أن اسمه هو الخروج إلى النهار. المصريين القدماء كانوا بيتداولوا هذا الكتاب لحد أواخر عصر الحضارة المصرية القديمة في عهد البطالمة. الكتاب ده فيما يثبت إيمان المصريين القدماء بالبعث والحساب والآخرة والموت والجنة والنار، وفي فصل إنكار الخطايا اللي المصري القديم مؤمن إن هو بعد ما يبعث مطالب إن هو ينكر الأخطاء أو ينكر إن هو عمل أشياء تدينه، وإن كل ما عمله مسجل ومدون في كتاب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واللي رسخ عقيدة التوحيد عند المصريين القدماء هو سيدنا إدريس عليه السلام، اللي رسخ فيه مبادئ التوحيد واللي أسس هذه الحضارة القائمة على التوحيد من البداية. علشان كده كلمة العقيدة اللي قالها الرئيس السيسي كانت في محلها. كمان الرئيس قال: لقد ألهمت مصر القديمة شعوب الأرض قاطبة، ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة لتضيء طريق الحضارة والتقدم الإنساني. هذا أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حضارة مصر التي لا ينقضي بهاؤها. المتحف ده مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة. احنا عارفين ان معظم المتاحف في العالم، يعني الآثار المصرية المعروضة هناك معظمها مسروق، وهم سارقين الحضارة المصرية القديمة او سارقين الآثار بتاعتنا وعارضينها بجانب آثار أخرى من حضارات أخرى، سواء متحف المتروبوليتان في أمريكا أو المتحف البريطاني أو متحف اللوفر في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو جميع متاحف العالم اللي هي سارقة حضارتنا وعرضها عندها. هم بالفعل ما عندهمش تاريخ حقيقي يعرضوه قد ما هو موجود عندنا في الحضارة المصرية القديمة. لكن احنا دلوقتي عندنا أكبر متحف في العالم بيعرض حضارة واحدة اللي هي حضارتنا احنا وعلى أرضنا اللي هي الحضارة المصرية القديمة. فآن الأوان بقى ان دي تكون رسالة ان احنا نسترجع الآثار المسروقة، سواء رأس نفرتيتي المسروقة في ألمانيا أو حجر رشيد المحطوط في إنجلترا أو الزودياك المسروق المحطوط في متحف اللوفر في فرنسا مسروق من سقف معبد دندرة، أو بردية تورين المسروقة في متحف تورين في إيطاليا. احنا أولى ناس دلوقتي ان احنا الحاجات دي ترجع لنا وتتحط عندنا هنا على أرضنا في متحفنا المتحف المصري الكبير، خصوصا ان تحت المتحف دلوقتي أكبر معمل ترميم في الشرق الأوسط، رمموا فيه كل حاجة، الآثار والبرديات والتماثيل والتوابيت وكل حاجة. هذا المتحف شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الذي شيد الأهرام ونقش على الجدران سيرة الخلود.
الكلام ده ما كانش من فراغ، وخصوصا الرسالة اللي وجهت برضه في المتحف المصري أثناء الافتتاح، وهو ربط الأهرامات بسلسلة حزام أوريون، وإن الأهرامات مبنية على نسق حزام أوريون الفلكي، وإن أبو الهول مبني على نسق كوكبة الأسد. يعني ده اعتراف ضمني من الدولة بأن هذه الأهرامات ليست أبدا مبنية في هذه الحقبة اللي هي بتنسب إليها من حوالي 4000 عام، ولكنها بترجع إلى ما قبل ذلك بكثير. إن اتساق الأهرامات وأبو الهول مع نسق حزام أوريون وكوكبة الأسد ترجع لما هو أكثر من 10,000 عام قبل الميلاد. يعني هذه الحضارة هي كانت أول حضارة عرفها التاريخ، وده كان من ضمن الرسائل القوية جدا اللي تم توجيهها في حفل الافتتاح. كمان من الرسائل المهمة جدا اللي تم توجيهها في الحفل هي كلمة الدكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب ركز جدا على التقدم الطبي عند المصريين القدماء، وقال: في مصر القديمة الطب كان مهنة مقدسة، وبيوت الحياة بتعلم الكهنة سر التشريح والدواء، جمعوا بين الجسد والروح واخترعوا أدوات سبقت زمانها، صنعوا أطراف صناعية وعملوا عمليات في المخ والقلب. ده إشارة لبردية إدوين سميث اللي هي أول وثيقة طبية عرفها التاريخ، اللي هي بتتكلم عن زمن إمحتب ومدى التقدم الطبي اللي كان موجود في الفترة دي. في إمحتب اللي هو كبير وزراء الملك زوسر في الأسرة الثالثة المصرية القديمة، اللي هو أول طبيب اللي هو كان متقدم جدا في الطب وفي سائر العلوم تقريبا، حتى إن البطالمة بعدها ب2000 عام عبدوه، وبقى عندهم إمحتب هو إله الطب، في حين المصريين القدماء لم يعبدوا إمحتب بل كانوا يحترمونه ويقدرون علمه لكن ما عبدوهوش أبدا. كمان حسي رع اللي هو أول طبيب أسنان في التاريخ كان برضو موجود في الأسرة الثالثة المصرية القديمة، وبتتكلم عن عمليات جراحية تم إجراءها وخياطة هذه الجروح وإجراء هذه العمليات بصورة كاملة، يعني معنى كده إن كان في تخدير. كمان بتتكلم عن تشخيص إصابات في الرأس وكسور في العظام، عمود الفقري، وعلاج بعض الأورام. كمان بردية إبرس اللي بترجع لعصر الملك منحتب الأول في الأسرة 18، واللي فيها وصفات طبية لحوالي 887 وصفة طبية، سواء في أمراض الجلد وأمراض العيون وأمراض القلب وأمراض النساء. والبرديه دي بتطبق فعلا ما يعرف الان باسم الكلينيكال فارماسي او الصيدله الاكلينيكيه، لان هو طرح الاسئله على المريض وبعد كده بيتم تشخيص حالته ويتم وصف الدواء ليه وفقا لحالته. كمان مثبوت فيها ان هو كان بيتم عمل زي ما يعرف كده بتشيك اب على المريض، زي مراقبه النبض والتنفس ورائحه العرق، كمان اجراء بعض التحاليل زي مثلا تحليل البول والبراز وكمان اللعاب، يعني كانه بيتم عمل فحص شامل للمريض. كل ده مثبوت في هذه البرديه اللي بترجع للاسره 18. فين باقي العالم وقتها من الكلام ده؟ كمان عرض جميع مقتنيات الملك المصري القديم توت عنخ امون بما فيهم القناع الذهبي بتاعه الذي لا يقدر بثمن، واللي وزنه حوالي 11 كيلو جرام من الذهب الخالص، بتعرض كلها في مكان واحد حوالي 5952 قطعه. ده برضو من الحاجات المبهره. واخيرا وضع القمه الذهبيه باسم مصر على قمه اللوحه اللي هي لوحه الافتتاح، ده كان رساله قويه جدا للعالم. من هنا بدا التاريخ وهنا ايضا سينتهي. مصر عارفه كويس دورها وعارفه انها مركز قياده في العالم، النظام العالمي بيطمح الى قياده العالم من خلال مصر. مصر فاهمه الكلام ده كويس جدا، فمصر بتوجه رساله بمعنى صح ان هي اللي بتتحكم في مقاليد الامور، مش حد اللي بيتحكم فينا. مصر عارفه امتى تكشف اوراقها وامتى ما تتكلمش. مصر بتراقب الوضع كويس جدا، ومصر عارفه كويس جدا المخطط اللي بيحاك، وعارفين كويس جدا مخطط الدجال اللي هو بيطمح هو ابليس لقياده العالم من مصر. الدجال ده مش مجرد خرافه ولا وهم ولا حاجه كده ان احنا بنحاول نخوف الناس بيها، لا، بالفعل فتنه الدجال قائمه، واحنا عايشين بالفعل فتنه الدجال. وكل اللي بيحصل في العالم ده من ابناء اسرائيل، القاتل الاول على الارض الدجال، كل ده عشان يمهدوا له الارض عشان يطلع ويحكم العالم. طبعا ده بتعشيم من ابليس، ليه؟ لان ابليس معشمه بحكومه العالم، لكن ابليس هيغدر وهيغرر بيه في الاخر. وهم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم باسم حزب الشيطان. حزب الشيطان اللي هو هدفه من بداية خلق سيدنا آدم عليه السلام، هو هدفه كان إضلال البشر. حزب الشيطان اللي هو كان بالتعاون ما بين إبليس والدجال من البداية خالص. مين الدجال بقى؟ الدجال اللي هو أبوهم الأول، اللي هو مين؟ اللي هو إسرائيل، اللي هو مين؟ اللي هو ابن سيدنا آدم، اللي هو قتل أخاه، اللي هو القاتل الأول على الأرض، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أنظره مع إبليس علشان يكونوا فتنة. ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الدجال أو الأعور الكذاب، وما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل كما جاء في الحديث. وهم دول اللي أصبحوا في تحالف مع بعض عقب جريمة القتل الأولى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهم دول اللي هيتبرأ منهم الذين كفروا بعد كده. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وهو ده اللي هم مسميين اسم الكيان بتاعهم عليه استعجالا وتمهيدا لظهوره. وهم دول حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان.
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.